اهلا يا جماعه، انا هدى والنهارده هنخطط للسنه مع بعض. هنمشي في كل البروسيس بتاعه تخطيط السنه. انا بالنسبه لي يا جماعه التخطيط مهم قوي بجد، ما بعرفش اعيش غير لما اكون مخططه الدنيا فيها ايه، وبالذات تخطيط السنه علشان دي الحاجات اللي انا بشتغل عليها طول السنه علشان احققها. اوكي، فيا جماعه انا بجد مبسوطه جدا ان انا هشارككم تاني تخطيطي للسنه. السنه دي في حاجات زياده كده شويه، فاتمنى تستمتعوا واتمنى تعملوا الحاجات يا جماعه علشان الفيديو ده علشان خاطركم. اوكي. اهي يا جماعه اهم حاجه في البتاع كلها. يلا بينا يا جماعه. اول حاجه في تخطيط السنه هي ان احنا نشوف الاهداف بتاعت السنه اللي فاتت. فانا هشارك معاكم بسرعه كده علشان ما نطولش قوي في موضوع اهداف السنه اللي فاتت دي، عشان عايزين نخطط لسنه جديده. فهشارك معاكم بسرعه كده ايه الحاجات اللي انا عملتها، حاجات اللي ما عملتهاش. السنه اللي فاتت دي كانت الجورنال بتاعتي، تعبت جدا، مستحمله كتير. المهم انا كنت عامله ايه، كنت طابعه ورقه وكاتبه فيها الاهداف. ما كانتش عاجباني خالص. انا عملت ايه، ان انا لزقتها في الاخر كده. وموضوع ان انا طابعه ورقه وكاتبه فيها بالقلم عجبنيش، عشان كده النهارده هكتب كل حاجه بالقلم. بصراحه مش هعمل كده تاني عشان شكلها مش عاجبني. انا كاتبه ان انا التزم على السيره ومجالس القران واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ده بودكاست بسمعه على طول وانا ماشيه في الطريق في المواصلات، وفعلا كنت ملتزمه بيه بجد يا جماعه. بودكاست رائع، هسيب لكم اللينك بتاعه. هو مش واحد، هما 3. هسيب لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف. وانا ماشيه في المواصلات على طول بسمعهم، علشان بجد طريق المواصلات بيكون ممل جدا، ودول بيكونوا ثقافه دينيه يعني رهيبه، بيكونوا رائعين فعلا قوي. تاني حاجه ان انا اجيب زرع جديد يا جماعه. انا محتويه في الحياه حاجتين، ان انا بزرع وبعمل جورنالينج، بزرع وبعمل جورنالينج وبخطط في النص. فطبعا انا بحب الزرع جدا جدا، وجبت زرع جديد. والسنه دي بدات ازرع نباتات الظل. عندي البوتس الرائع موجود عندي في البيت، وعندي بقى الزرع التاني. انا حتى كاتبه جنب الهدف ده يوم 3/1، يعني انا يوم 3/1 رحت اشتريت زرع جديد. بس الزرع اللي انا اشتريته يوم 3/1 ده ولع كله، علشان جه بقى بعديهم بعد وقت طويل جه موجة حر فظيعة. هم عدوا منها وعاشوا فيها، موجة الحر اللي بعدها ماتوا بسببها. كانش في حاجة اقدر اعملها، فجبت زرع غيره عادي، دي الحياة. المهم ان انا اجرب 10 حاجات جديدة. انا السنة دي قلت ان انا هعمل 50 حاجة لنفسي. اوكي، مش السنة دي، يعني في وقت ما قررت ان انا عايزة اعمل 50 حاجة لنفسي، مش شرط في فترة زمنية معينة. المهم فانا اكيد في منهم 10 حاجات جداد عليا. انا وصلت لل 34 تقريبا، فاكيد منهم 10 حاجات، فانا هعمل لنفسي صح عليها بصراحه. انا اقرا 20 كتاب، انا ما قراتش 20 كتاب، انا قرات اقل منهم بكتير. كان نفسي ان انا اقرا اكتر، بس كنت ما اعرفش، ما عنديش اسباب. كنت مشغوله شويه بس ما عنديش اسباب. انا ما قراتش 20 كتاب. بحب جدا ان انا اعمل فيجن بورد. هوريكم الفيجن بورد اللي انا عملتها السنه اللي فاتت، وهعمل الفيجن بورد بتاعت السنه دي وهوريها لكم برضو، وممكن احطها لكم في صندوق الوصف عشان لو عايزين تحطوها كده على تليفونكم وبتاع. بس انا السنه دي ناويه الفيجن بورد اللي هعملها هطبعها واعلقها، عشان الحاجات اللي فيها لما تيجي تتحقق يعني اقول لنفسي واو انا حطيت الصوره دي واتحققت. الفكره من الفيجن بورد ايه، ان احنا بنجمع مجموعه من الصور بتدل على الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. يعني مثلا لو حد عايز يعمل عمره يحط صوره الكعبه، لو حد عايز يزرع يحط صوره زرع كده يعني. وبعد كده تتحط عادي، بيكون شكلها حلو، تتحط خلفيه على اللابتوب وعلى الموبايل، بيكون شكلها جميل يا جماعه، وبتدل على الاهداف بتاعت السنه. ثالث حاجه وهي اهم حاجه بقى خلاص، يعني التخطيط بقى دخلني فيه دلوقتي، هو ان احنا نخطط للسنه. فعلا بعمل 3 اهداف او هدفين لكل جانب، او ممكن يكونوا هدف واحد. يعني انا السنه اللي فاتت عملت تقريبا هدف واحد لكل جانب، وبعد كده قلت لنفسي خلاص، او هدفين يعني بالكتير قوي. قلت لنفسي خلاص، يعني دول بيكونوا اهداف كبيره وبشتغل عليهم باعداد صغيره طول السنه عشان اقدر ان انا احققهم. الجوانب بتاعت الانسان، الجانب الديني، الجانب النفسي، الجانب الدراسي، الجانب المادي، والجانب الاجتماعي. في كل الجوانب دي المفروض نحط هدف او هدفين بالكتير، او ممكن 3 على حسب الهدف بيكون كبير قد ايه، وبعد كده نشتغل طول السنه على تحقيقهم. فانا هكتبهم دلوقتي. الاجنده الجديده دي الميزه فيها انها ما فيهاش يعني ايه، استنى هوريكم، ما فيهاش تاريخ. فانا اكتب التاريخ اللي انا عايزاه بس صغير قوي، المساحه بتاعتها صغيره قوي، بس مش مشكله، هنشتغل على الموضوع ده.
بعد ما كتبنا الأهداف العامة للسنة دي هنعمل ايه بقى؟ هنقسم الصفحة 4، هيكون عندنا 4 مربعات، كل مربع هيكون فيه حاجة. أول حاجة تكون الحاجات اللي أنا عايزة أعملها، تاني حاجة الحاجات اللي أنا عايزة أملكها، تالت حاجة الحاجات اللي أنا عايزة أكونها، ورابع حاجة الحاجات اللي أنا عايزة أعيشها. أوكي، ايه بقى ده؟ الحاجات اللي انا عايزه املكها، الحاجات بقى اللي انا عايزه اشتريها مثلا، او املك حاجات معنويه مثلا. بعد كده الحاجات اللي انا عايزه اكونها هي الصفات اللي انا هطور من نفسي فيها، والحاجات اللي انا عايزه اعيشها هي الطريقه اللي انا عايزه اعيش بيها. اوكي، فهنعمل ده دلوقتي. هنقسم كده، يكون عندنا الاربع مربعات ونكتب فيهم زي ما انتوا شفتوا. بجد كتابه الاهداف بسيطه خالص، انا ما بعملش اي حاجه غير ان انا بكتب الجانب بلون والاهداف بتاعتي بلون تاني. بجد بحس انه كل ما بنبسط الموضوع اكتر لنفسنا كل ما بيكون فعلا بسيط وما فيهوش حاجه، يعني مش كبير قوي يعني. فبس كده، ده اللي انا هعمله دلوقتي في الجورنال. وبعد كده بعد ما اكتب الاربع مربعات دول هعمل ايه بقى؟ هقوم كاتبه يومي المثالي. لو انا دلوقتي فاضيه، ما عنديش اي حاجه، ما عنديش امتحانات، يعني يومي المثالي هيكون عامل ازاي من اول ما اصحى لحد ما انام. فبالطريقه دي بعرف العادات اللي انا عايزه اعملها في اليوم هتكون عامله ازاي. والصفحه دي بتكون في اول الجورنال برضو، فبالتالي لما انا اكون مثلا تايهه مش عارفه اعمل ايه في يومي وحاسه ان انا مش عارفه اعمل اي حاجه، ايه العادات اللي انا كنت بعملها مش فاكره، فهقدر ان انا افتكر من الصفحه دي. فهعمل الصفحتين دول دلوقتي حالا معاكم، واظن بعدهم يا جماعه هنكون خلصنا. فشوفوا الموضوع بسيط ازاي، بجد الموضوع بسيط خالص، مفيهوش اي حاجه صعبه، مفيهوش اي حاجه معقده، وممتع وكمان جميل. المهم يلا بينا يا جماعه. تمام يا جماعة، احنا كده خططنا للسنة الجديدة مع بعض. اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا كمان. لو عملتوا الحاجات دي صوروها لي وابعتوها لي على انستجرام، ولو في اي فكرة جات لي كده عايزة اعملها معرفش إيه، اكيد هقول لكم يا جماعة، مش محتاجة اقول الجملة دي اساسا. اتمنى تكونوا في احسن صحة واحسن حال. وبس كده يا جماعة، يلا مع السلامة.